عايز يكون عندك كل النعم اللي عند الناس اللي حواليك دول، في سر كبير للموضوع ده. احنا ليه بقينا باصين في ورقة بعض؟ ليه كلنا بنبص على حياة بعض؟ السوشيال ميديا كانت ولا زالت هي ليها الدور الأساسي إن الموضوع ده يكبر، وننتقل من إن احنا ناس عايشة في حياتها وعندها رضا في حياتها، إلى إن احنا شايفين حياة بعض. وبطبيعة الحال الناس مش بتشير حاجة على السوشيال ميديا إلا ما تكون الجميلة البيرفكت الجاذبة اللي حتى فيها شوينج اوف أو فبالتالي هي حاجة بتبرق. ممكن كتير مننا ما عندوش الحاجة دي، كتير عندنا يتمنى الحاجة دي، فلما بيشوفها وبيشوفها كذا مرة عند كذا حد، والشيطان يخزله فكرة ان ده العادي عند الناس وانت اللي ما عندكش وانت فشعور لا ارادي معظمنا مش كلنا، لان في ناس طبعا تقيلة وثابتة على الارض ما بتتهزش في الحاجات دي، معظمنا بيبتدي يبص على حياة الاخرين، بيبتدي ينقم على حياته، بيبتدي متبقاش حاجة عجباه مهما كان بيحصل. ولكن لو شفت نعمة عند حد وقلت عليها ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، عسى ربي أن يرزقني خيرا منها، وتفرح بالنعمة عند الحد اللي انت شفته ده، ربنا سبحانه وتعالى بإذنه وتعالى يسوق النعمة إليك، لأن انت حبيتها عند غيرك ودعيت ببركتها، ودعيت كمان ان ربنا يرزقك خيرا منها. ده سر فظيع قوي للي عايز اي حاجة عند الناس، بل بالعكس ممكن ربنا سبحانه وتعالى كمان يديك حاجة احسن منها كمان. عشان كده هو الوهاب.